إدخال الفرحة في قلوب الكثير من الأسر خلال شهر رمضان. هكذا كانت أجواء تحضيرات فطور رمضان عند جمعية جزائر الخير الروتور عندي بزاف على بالك كي نقرا نسمع روحي ما تأمنش نشاطاتهم الخيرية التطوعية للفقراء والمعوزين. فرغم درجة الحرارة المرتفعة إلا أن عزيمتهم وإرادتهم في فعل الخير كانت أقوى. صافي درك عامين وانا هنا نجي لعندهم نعاونهم. جيت العام اللي فات والعام هدايا في عمري 24 سنة نخدم برا أعمال حرة هكذا. مي دركا كي يوصل رمضان راني نجي نعاونهم هنا. نوجدوا نطيبوا الصباح والعشية نروحوا نديروا القيلولة لاسياست. العشية الخمسة نبداو نوجدوا الأرداف السلطة. نوجدوا لي سلطة تاعنا قعد لنا غير تكون طابت الماكلة تكون وجدنا لي سلطة. يقعد لنا قبل المغرب بواحد 5 دقائق نديو الماكله تاعنا باش نبداو نسربوا. نديروا شطيط اللحم، نديروا الظلمه، نديروا متوم، نديروا زيتون، جلبانه هكذا. لا كان بزاف اطباق اللي نديروها. مبادرة جمعية جزائر الخير التي تعكف على تقديم وجبات إفطار متنوعة خلال شهر الصيام لقيت استحسانا من قبل عابري السبيل وكذا المعوزون الذين وجدوا ضالتهم في هكذا فضاءات إنسانية. اون توليكا هما مشكورين بزاف على هذه المبادره. كما يقول لك يجمعوا الناس مساكن اللي عابر السبيل اللي ما عندوش وين ياكل. كاين الناس اللي لاباس بها ثاني تحب كما يقول لك تجي تعاون وتصدقوا ميم طون كما يقول لك تاكل مع زواوله وتريح معاهم. نقول لك تبارك الله اللي يدير امور كيما هذه الجمعيه هذه باسكو كاين ناس مساكن اللي ما عندهمش وكاين شي ناس اللي جايين من مضارب بعيده وهاكي تشوفي فيهم. ورغم توفر الإرادة في فعل الخير تواجه الجمعية عدة مشاكل خاصة تلك المتعلقة بالتموين. أحيانا الناس ما تساهمش في البداية الأولى، ولذلك احنا كجمعيات نرصد ورصيد لابد أن ننطلقوا. الخطة اللي عملناها كم من مطعم ننطلق في المدينة الفلانية ننطلق فيه من حسابنا الخاص ما ننتظروش يعني. بعدين الناس كثير من الناس حتى يشوف المطعم بعد يومين بعد 3 أيام بعد 10 أيام يبدأ يساهم ويجي يقول وش ماذا تحتاج. هي إذن واحدة من صور التكافل الاجتماعي تصنع في رمضان راسمة بذلك البسمة على من أجبرتهم الظروف على الإفطار بعيدا عن الدفء العائلي في جو أخوي مريح.